بعد الرجيم لازم تحلل. ناس كتير بعد الرجيم بتحس بتعب ودوخة وضعف عام وتساقط شعر، والسبب ان يكون الرجيم مش متوازن او الجسم فقد عناصر مهمة. عشان كده التحاليل دي لازم تعملها بعد الرجيم. تحليل السي بي سي، صورة الدم الكاملة علشان نشوف الانيميا. تحليل مخزون الحديد علشان اشوف هل فقدت حديد ولا لا. تحليل فيتامين بي 12 والفوليك اسيد عشان نقصهم بيأثر على الطاقة والتركيز والاعصاب. تحليل وظائف الكبد والكلى علشان الرجيم بيضغط على الكبد والكلى. تحليل فيتامين د لان الرجيم بيقلل من فيتامين د اللي بيحتاج دهون عشان نمتصه. ولو بتاخد ادويه او مكملات وعاوز تعرف اذا كانت امنه على الجسم ولا لا. في معمل النبيل دقه التحاليل بنقدم لحضراتكم التحاليل دي باعلى جوده وبادق نتائج وبصوره سريعه باذن الله. كان مع حضراتكم الدكتور هاني نبيل متري، اخصائي التحاليل الطبيه، دبلومه الجوده الشامله الجامعه الامريكيه. بتمنى لحضراتكم حياه سعيده باذن الله.